حقيقة انتقال كابتن النادي الأهلي إلى نادي الزمالك. هتكلم النهارده في كل الكواليس وكل حاجة عن الموضوع ده، وهل بالفعل مضى كابتن النادي الأهلي لنادي الزمالك؟ لأنه أنتوا عارفين إن كابتن فريق النادي الأهلي دلوقتي فري. طيب أنا كزملكاوي مش عايز كابتن فريق النادي الأهلي يمضي لنادي الزمالك. طب هو مين كابتن فريق النادي الأهلي؟ أيمن أشرف. ناس كتير اتكلمت في الموضوع ده، ويمكن شفت فيديو امبارح على احدى القنوات التلفزيونيه في مصر عن حقيقه انتقال ايمن اشرف، وان الكابتن احمد سليمان شاف ايمن اشرف بالصدفه واتكلم معاه وقال له هل انت ممكن تمضي لنادي الزمالك؟ قعد يضحك شويه وبعد كده نزل راسه دماغه في الارض، يعني كده معناها ان هو ممكن عادي يمضي. وكابتن احمد سليمان بيقول انا استنبطت من كلامه او من رده فعله على السؤال ان هو ممكن يوقع لنادي الزمالك. هقول لكم رايي كزملكاوي. بلاش ايمن اشرف يجي نادي الزمالك. بلاش ايمن اشرف يجي نادي الزمالك. معلش. هقول لك ايمن اشرف لاعب كبير، وانا عارف ان هو لاعب مساك كبير في النادي الاهلي، ويمكن لو خد فرصه ممكن يكون احسن من محمود متولي. لكن ايمن اشرف لو جه الزمالك هيفشل بكل المقاييس، لان مقاييس النادي الاهلي غير مقاييس نادي الزمالك. قوة النجاح في النادي الأهلي غير قوة النجاح في نادي الزمالك، أو مقومات النجاح في النادي الأهلي غير مقومات النجاح في نادي الزمالك. أيمن أشرف لو لعب وخد فرصة ممكن يتألق مع نادي الأهلي، عكس الزمالك لو جه الزمالك هيفشل. لعيبة الزمالك كفيلة إنها تفشل أي لاعب. إدارة الزمالك كفيلة إنها ممكن تفشل أي لاعب حتى لو جاي توب من النادي الأهلي. هيفشل. طب يا عم خالد أنت بتقول لي الكلام ده وأنت زملكاوي؟ أنا بقول لك الصراحة، أنا أتمنى طبعا أيمن أشرف يجي نادي الزمالك، أتمنى. ولكن ما فيش استقرار، ما فيش فلوس، ما فيش رئيس نادي، ما فيش. هيجي يعمل ايه بالله عليكم؟ هيجي يعمل ايه في نادي الزمالك؟ هيجي يعمل ايه؟ يعني هو جاي ملمع من النادي الاهلي، هيجي هيصرف نادي الزمالك. انا بكلمكم بكل حياديه. جماهير الزمالك ممكن تزعل مني، ولكن والله العظيم انا بتكلم بكل حياديه. هيفشل هيفشل بكل المقاييس. طيب برضه الناس اتكلمت عن علي معلول وشوت الكابتن والكلام ده، وان هو ممكن ينتقل لنادي الزمالك. الكلام ده عابي تماما من الصحه، وصعب جدا واحد لاعب زي علي معلول ارتبط باسم النادي الاهلي وارتبط بجماهير النادي الاهلي، وجماهير النادي الاهلي بتحبه، وانا واحد من جمهور نادي الزمالك بحب علي معلول جدا جدا جدا. فصعب جدا علي معلول يغلط غلطه رمضان صبحي وينتقل اسف، احد الانديه اللي هي بتنافس النادي الاهلي. صعب جدا يا جدعان، مش هيغلط نفس غلطه عصام الحضري ولا رمضان صبحي ولا عبد الله السعيد ولا حسام مش هيغلط نفس الكلام ده. ولكن انا اتمنى طبعا ان علي معلول يكون اضافه لنادي الزمالك، لكن صعب جدا يا جدعان، صعب جدا. فانا حاولت بس اتكلم للناس، لان في ناس برضه سالتني كتير عن الموضوع ده على الفيسبوك، وقالت لي موضوع انتقال ايمن اشرف وعلي معلول للزمالك. فانا ايمن اشرف ممكن ينتقل لنادي الزمالك، ولكن انا رايي الشخصي لو هتقول لي مثلا اعتبر نفسك جمهور النادي الاهلي، هقول لك ايمن اشرف لو جه نادي الزمالك هيبوظ تماما تماما تماما، لان مفيش مقومات نجاح في نادي الزمالك تنجح اي لاعب جاي متلمع جاهز. يعني ايمن اشرف لاعب كويس جدا جدا، ويلعب باك ليفت ويلعب مساك، وبيلعب كمان ممكن كمان يعمل زياده هجوميه في الباك ليفت والكلام ده. فانا طبعا انا شايف ان الكلام ده مش هينفع في نادي الزمالك. اما علي معلول مستحيل، انا واحد كجمهور نادي الزمالك بقول لك مستحيل. لايك واشتراك في القناه، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. هنطلع نتكلم بعد مباراه الاهلي وطلائع الجيش.